يبدأ فيلمنا مع لايت، طالب عبقري جدا لدرجة إنه بيبيع الواجبات المدرسية لزمايله. أثناء ما لايت كان قاعد في ملعب المدرسة بيحصل عاصفة قوية جدا وبيلاقي كتاب مكتوب عليه مذكرة الموت. بعدها بيسمع صوت وبيكون ده صوت صديقته ميا، كانت بتتخانق مع طالب علشان بيتنمر عليه. لايت بيحاول يدافع عنها ولكنه بيتضرب. بعدها المديرة بتعدي وبتلاقيه واقع على الأرض ومغمى عليه. بص على الورق اللي معاه وبتلاقيه واجبات بتاع ناس تانية، فبتحوله للتحقيق فورا وبياخد 4 ساعات حجز في المدرسة. أثناء ما هو في الحجز طلع الكتاب اللي معاه يقرا فيه شوية وبيتنيه يقرا في الكتاب وبيلاقي حاجات غريبة لحد ما بيلاقي جملة بتقول إن حامل الكتاب لو كتب اسم أي حد في الكتاب ده هيموت، ومش كده وبس، وكمان يقدر يختار طريقة الموت اللي هيموت بيها بس بشرط إنه يكون شاف الشخص اللي عايز يموته قبل كده. لكن فجأة وهو بيقرأ الكهرباء بتقطع وبيسمع صوت غريب وبيلاقي كائن مرعب واقف وراه، ولكن الكائن ده بيختفي فجأة. وقتها لايت بيسمع صوت جاي من الشباك وبيلاقي الواد اللي ضربه من شوية بيتنمر على بنت تانية. ووقتها بيظهر الكائن المخيف تاني وبيقول له لايت يجرب الكتاب ويكتب اسم الطالب ده. فعلا بيعمل كده وبيختار طريقة الموت قطع راسه. لايت لحد هنا كان مفكر ان الكتاب ده اي كلام ومفيش اي حاجة هتحصل، لكن لما بص من الشباك اتصدم وبيلاقي ان اللي كتبه فعلا حصل وان الطالب ده فعلا راسه اتقطعت. بيخاف جدا وبياخد الكتاب ويهرب. ولما بيروح والده بيقوله ان المجرم اللي قتل امه خد براءة النهارده، وده بسبب ان معاه فلوس كتير ونفوذ كمان. وقتها لايت بياخد الكتاب ويطلع على اوضته وبيكمل تقليب في الكتاب لحد ما لاحظ جملة مكتوبة بخط مختلف عن الخط اللي مكتوب بيه بقية الكتاب ده، والجملة دي لا تثق في ريو. وساعة لما قال الجملة ظهر له تاني الكائن المرعب، ووقتها عرف ان الكائن المرعب ده هو ريوك. بعدها ريوك قال له ان كان في حارس قبله للكتاب ده والحارس ده مات وعلشان كده اختاره هو. بعدها بيروح لايت علشان يكتب اسم المجرم اللي قتل امه في الكتاب، وبيختار طريقة الموت انه يتقتل بسكينة في رقبته. وفعلا لما كان المجرم ده سهران مع اصحابه الجرسون بيتكعبل وبيقع عليه، يكون في ايده سكينة فبيموت بيها. ده لايت بيقرر يقول لصديقته ميا عن الكتاب ده، ولكنها ما صدقتش اللي هو بيقول. وعلشان يثبت لها ان الكتاب بيموت فعلا جاب بث مباشر لمجرم خطف رهينة وكتب اسمه وكتب كمان طريقة الموت. وقتها صديقته اتصدمت لان كل اللي كتبه فعلا حصل، وبعدها بتقول له انهم بالكتاب ده يقدروا يطهروا العالم من المجرمين. وبالفعل لايت بيسمع كلامها وبيخلصوا على مجرمين كتير وبيعمل لنفسه اسم كان بيخلي المجرمين يكتبوه قبل ما يموتوا عن طريق ان هو يلعب بعقلهم بالكتاب. اختار لنفسه اسم كيرا، والاسم ده اتشهر ومعظم الناس اعتبروا كيرا المنقذ بتاعهم ومحقق العدالة، لكن بعضهم كان بيقولوا انه مجرم زي كل المجرمين ويستحق العقاب لانه ما ينفعش يحكم على الناس حتى لو كانوا مجرمين. بعدها بيطلع شخص غامض وبيقوله ان كيرا ما ينفعش يقتل حد الا لو شافه قبل كده، بيتحدى انه يموته وبيكون لابس وشاح على وشه. بدأ المحقق جيمس انه يجمع المحققين علشان يدوروا ورا كيرا علشان هو كمان بيقول انه هو مجرم. المحقق جيمس ده يبقى ابو لايت. بعدها بتقترح ميا انه يقتل كل افراد الشرطة والمحققين اللي بيدوروا وراه علشان يكون تحذير للباقي، ولكن لايت مش بيوافق. بعدها بيوم بيروح مجموعة من رجال الشرطة وبينتحروا من على مبنى. لايت ما بيكونش فاهم حاجة لأنه ما كتبش أساميهم في المذكرة، وهنا عرف إن ريوك بدأ يقتل من نفسه وراح له هدده وقال له إن هو ممكن يكتب اسمه في المذكرة، ولكن ريوك مش بيهمه كلام لايت، بيقول له إن آخر شخص حاول يعمل كده مات قبل ما يكتب تاني حرف. بعدها المحقق جيمس بيجمع الناس وبيقول لهم ان هو هيبدأ يدور ورا كيرا، ولو هو مات محقق تاني هيجي ويكمل وراه. ويكون ميا ولايت بيتفرجوا على الأخبار وبتقول له انهم لازم يقتلوا ابوه والا هيكشف امرهم، ولكن لايت بعدها بيعترض وبيتخانق مع ميا علشان فكرت في كده. بعدها الشخص الغامض استنتج ان كيرا هو لايت علشان كده مرضيش يقتل ابوه، وراح له وقال له ان قرار قتل ابوه كان صعب جدا وانه ما يقدرش يعمله، وان هو عارف انه كيرا ومش هيعرف يموته لانه ما يعرفش لا اسمه ولا وشه ولا شافه قبل كده. بعدها بيروح لايت وبيكتب في المذكرة اسم الشخص اللي كان مع الشخص الغامض، وبيكتب انه قبل ما يموت هيرن عليه ويقول له على اسمه. وفعلا المساعد بتاع الشخص الغامض بيرن عليه ولكنه اصلا ما بيبقاش عارف اسمه، فبيأجل لايت موته لحد ما يسافر ويجيب اسم الشخص الغامض. بعدها الشخص الغامض بيلاحظ اختفاء المساعد بتاعه وبيروح بيت لايت وبيقول له قدام ابوه اللي هو المحقق جيمس وبيقول له انه لازم يفتش البيت كله، لكن بعد ما فتش البيت ما لقوش اي حاجة. بعدها لايت بيروح يدور على الكتاب ولكنه مش بيلاقيه، وبيكون عايز يقطع صفحة المساعد بتاع الشخص الغامض عشان هو بريء ومش لازم يموت. ويعرف وقتها ان ميا هي اللي خدت المذكرة لما بيفتش في الخزنة بتاعتها وبيلاقيه، ولكن وقتها الوقت بيكون عدى وبيكون المساعد مات. لكن لايت وقتها بيتصدم لما عرف ان ميا هي اللي كتبت اسامي المحققين اللي انتحروا، وكمان كتبت اسمه وانه هيديها الكتاب والا هيموت. بعدها الشخص الغامض بيعرف ان المساعد بتاعه اتقتل فبيروح علشان يقتل لايت، ولكن جيمس ابو لايت بيبعت الشرطة علشان تحمي ابنه. بعدها لايت بيعمل سيرش عن المجرمين اللي مطلوبين للعدالة، بيكتب منهم اسماء كتيرة في الكتاب وبيمشي ويروح لميا وبيقول لها ان هي لازم تهرب وان هو هيهرب معاها ويسيب الكتاب، ولكنها بترفض وبتاخد منه الكتاب.
وهو كان كاتب في الكتاب ان هي هتموت لو خدته منه. فعلا بتقع وتموت وهو بيقع في الميه. الصفحه اللي كان مكتوب فيها ان هو هيموت بتقع وبتتحرق، بيروح في وقتها في غيبوبه. ده خلى المحققين يستبعدوا لايت لان الجرايم ما وقفتش وهو في غيبوبه. لكن لما ابوه راح له المستشفى لقى معاه الكتاب. قرر لايت وقتها انه يقول له كل حاجه. بعدها ساله ازاي الجرايم كانت شغاله وهو في غيبوبه. قال له انه عرف وقتها ان ميا كتبت انه هيموت غرقان. قرر يكتب اسم طبيب متهم بالتحرش، وكتب انه هيموت ولكن قبل ما يموت هينقذه من الغرق، وان مجرم تاني هيموت برضه ولكن قبل ما يموت هياخد اسماء المجرمين من الاخبار ويكتبهم في المذكره. بعدها هيبدأ يدور عليه ويرجع له المذكرة تاني. نرجع للشخص الغامض اللي فضل يدور ورا لايت لحد ما لقى الصفحة بتاعت مات واللي كتبت فيها أسامي المحققين اللي ماتوا. هنا ظهر ليوك للايت تاني وقال له إنه خلاص ما بقاش هو الحارس، وده لأن الشخص الغامض كتب اسمه في الكتاب. وبكده يبقى الفيلم بتاعنا خلص. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعل جرس الإشعارات.